صباح الخير يا ابو عامر. يا هلا بك ابو عامر. في من المتابعين عندهم اسئله كثيره، ولكن طال عمرك نبي نختصرها. يعني ما نبي نطول عليك بكم يعني سؤال. ابو عامر فنان شعبي ومحبوب لدى الجميع ومعروف بالمنطقه الشماليه ومعروف بالمملكه العربيه السعوديه وعلى مستوى العالم العربي، ولك ألحانك ولك كلماتك ولك أغانيك طبعا من اللي جذبت كثير من الجماهير بالمنطقة العربية، يعني بصفة عامة، يعني خلينا نقول على مستوى العالم العربي. أبو عامر، متى بدأت عندك يعني روح الفن، أو متى بدأت نشأة الفن إذا تذكر؟ والله سؤال يعني تشكر عليه، لكن هو تقليدي السؤال، يعني مكرر. نعم. على كل الفنانين. ما في شك ان عشنا ببيئة فنية وسبحان الله العلم الحديث يؤصل ويثبت ان الفن هذا شيء بالدماغ من اختصاص العقل. في كتاب لأحد العلماء الإنجليز مترجم عربي قرأت منه جزء يتحدث عن أن هذا الشيء يولد مع الإنسان اللي هو تقسيمات الدماغ. فهو شيء نبت معي، ما أقدر أوصفه لك، أقول لك كيف بدأ وكيف ما بدأ، لكني كنت أسمع. وعشنا ببيئة منفتحة، يعني بيئتنا أول ولا زالت الحمد لله كانت بيئة فيها جلسات شعرية وحديث شعري وسماع أغاني مع الشباب، يعني أخواننا الكبار. ما كنا نعزل الشباب الصغار اللي زي هذول، ما كانوا يعزلون عنا، ما كنا نعزل عن الكبار. صحيح. في تواصل، كنا نسمع الأغاني ونسمع الطرب، فالطرب مولود معنا مع كل الناس. تمام. طيب أبو عامر، ما هي أقرب الكلمات المقربة للفنان أبو عامر، أو اللحن اللي يفضلها أبو عامر من أغاني أبو عامر؟ أقرب الكلمات كلمات المساعد الرشيد الله يرحمه. الله يرحمه. يقول: لا تحسف لأن بوجد الحسايف، الزمان بخير والعيشة مدية، دامك انت بخير وجو اليوم كايف، لا تعيش بغبة النفس الردية، لو ما انت بكفو ما جتك الكلايف، القوي دايم صواديفة قوية. فهذه أنا يوم أقلعت من عمان حطيتها حالة، وفعلا اللي يدخل ميادين الحياة لازم تواجه صواديف الحياة. المنزوي ما يجي شيء. ايه تمام. فيقول القوي داير صواديفه قويه، سواء قوي بالتجاره، مغامر بالتجاره، مغامر بالعلم، مغامر بالعمل، مغامر بالترقيات والطموح الوظيفي، لابد تجيك صواديف الدنيا. تمام. طيب ابو عامر، ومن يؤثر الانكماش سيبقى منكمش ويخرج من الحياه وهو منكمش. الفنان أنيس الشمال، ما هي أول أغنية؟ أنا أنيس الشمال ولا أبو عامر؟ كلهم ينطبقون عليه، أنيس الشمال أبو عامر. فعلا أنيس الشمال. قبل عادل إمام يقول أنا مش عارف. هلا والله. أبو عامر، ما هي أول كلمات ولمن لحنتها على العود من يعني لحن أبو عامر؟ أول لحن وأول كلمات تم تلحينها من قبل الفنان أبو عامر. سؤال جميل، وأثار عندي شيء ما يعرفونه أغلب الموجودين، بما فيهم الأخ أبو نادر. ما يعرف هذا المعلومة، ما يعرفها رغم أنه كان لصيق بي وقريب، لكن مع كثرة الزواجات اللي يمارسها وهذا صار انقطاع بيني وبينه. فكمل. طال عمرك. خليني أكمل لك. تفضل. أول أغاني غنيتها هي اللي غنيتها بشركة هتاف للفنان المرحوم سلامة العبد الله، وهو اللي سماني أنيس الشمال. بعض الناس ما يدري. أيوة. الاسم هذا هو أطلقه علي الفنان الراحل سلامة العبد الله، الله يرحمه، عام 1408. أول ما تعينت بالاتصالات سجلت عنده شريط اللي يقول، يعني قبل 39 سنة تقريبا.
هو اللي سماني أطلق علي لقب أنيس الشمال الله يرحمه. الله يرحمه. فمن ضمن الأغاني اللي غنيتها أقول أنا لي كلمات، بس أنا كنت طبعا كلماتي ما غنيها. يقول أنا سجين وينتظر فكة الباب، هذه كم لها هذه؟ سنين. كم يعني؟ لا تقريبا 38 سنة. ما شاء الله. لاني سجين وينتظر فكة الباب، ولاني غريب ديار يتنى الرجوع، عايش ما بين احباب وقراب واصحاب السلبله ما بين حد ضلوعي، ارجيك اللي من ترجاك مخاب يا واحد كل العرب له خضوعي، تفرج العين فارقت شوف الاحباب وتضيعت عنها جميع السنوع، يا ونتي ونت غرير ومرتاب تعصف بها الوحشه، أرض قطوعي ولا كسير وخلبت فيها الأنياب بين الوحوش وما لقى لها فزوعي. طبعا هي قصيدة صح لسانك. عائلية تتعلق بالعيلة يعني. الله يعطيك العافية.